أعلنت إدارة نادي الجيش الملكي بياناً رسمياً شديد اللهجة بعد أحداث مباراة الأهلي في الجولة السادسة من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا، حيث عبرت عن استنكارها الشديد لسلوك بعض الجماهير أثناء اللقاء. رسائل البيان الأساسية: النادي المغربي وصف ما حدث من إلقاء زجاجات المياه داخل أرض الملعب بأنه تهديد لسلامة اللاعبين والجهاز الفني، مطالباً الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بتطبيق اللوائح والانضباط. البيان أشار إلى أن مثل تلك السلوكيات تعد انتهاكاً لمبادئ الروح الرياضية، ويجب التعامل معها بصرامة لحماية الجميع داخل الملاعب. الإدارة المغربية باشرت تحركات رسمية لدى الكاف للمطالبة باتخاذ إجراءات تتناسب مع ما حدث حفاظاً على قواعد اللعب النظيف. من المرجح أن يكون هناك متابعة من الاتحاد الإفريقي خلال الأيام المقبلة في ظل تشدد الكاف في فرض عقوبات حال ثبوت التجاوزات الجماهيرية في المباريات القارية.